تعالى اقول لك على اهم 3 كتب في مجال كتابه السيناريو. ناس كتير بتبعت لي ايه لو انا عايز ابدا كتابه سيناريو، او ان انا عايز اتعلم كتابه سيناريو، ابدا بايه او اروح فين؟ فانا شايف كبدايه انك انت ممكن تبدا بال3 كتب اللي هقول لك عليهم النهارده بالترتيب بتاعهم، وهتلاقي نفسك عرفت بعد كده طريقك. او لو حتى انك انت هتحتاج مساعده مني بعد كده هتلاقيني موجود معاك. ابدا باول كتاب وهو كتاب السيناريو لسيد فيلد. الكتاب دوت بيعرفك على، يعتبر بوابة كبيرة لمجال السيناريو. لازم أي حد في مجال كتابة السيناريو يكون قرأ الكتاب دوت، لأن هو بيلخص له حاجات كتير وبيفهمه تفاصيل كتير. هو الكتاب مختص في إن هو يعرف كتابة الفيلم عاملة إزاي بالمراحل بتاعته وبتوقيتات وبالظبط في الدقيقة كذا تعمل كذا. بس يعني احنا بنتكلم برضو بشكل عام انك انت تقرأ الكتاب عشان تفهم المجال. بس هو مش بيشرح لك حاجات بتفاصيل جامدة قوي، بس هو يعتبر كبداية كويس جدا. وهنا يجي دور الكتاب التاني، والكتاب التاني هو كتاب القصة لروبرت ميكي. ويعتبر الكتاب ده من أهم كتب السيناريو اللي أنا قريتها في حياتي. أنا حضرت ورش سيناريو كتير وقريت كتب كتير، وده يعتبر أهمهم على الإطلاق، لأنه مش بس بيعرفك عالم السيناريو ولا بيعرفك أدوات الستوري تيلينج، وهو كمان بيقول لك كل حاجة موجودة ليه وعيوب عدم استخدامها إيه، ولو أنت عايز تنفذها هتنفذها إزاي. فهو بصراحة كتاب يعني قيم جدا، انصحكم طبعا تقروه. الكتاب التالت معانا هو كتاب سيف ذا كات، انقذ القطه. وهو كتاب للكاتب بليك سنايدر، وهو كتاب يعني فيه خطوات عمليه جدا لتنفيذ سيناريو بشكل سريع جدا. كتاب ممتع في قرايته، ممكن تخلصه في قعده. كتاب فيه ادوات كتير للستوري تيلينج مهمه جدا. كمان يعتبر الكتاب ده مكمل للكتابين التانيين، لانك انت بتفهم وجهه نظر مختلفه شويه. فانصحكم بال3 كتب دولت تقروهم تذاكروهم. صدقني بعدها هتبقى واحد تاني خالص في مجال كتابة السيناريو. وفي الاخر لو انت مهتم بمجال كتابة السيناريو وانك انت مهتم بالكتابة الابداعية بشكل عام، اعمل فولو واعمل سيف للفيديو وتابعني على طول اول باول، لان هتلاقيني على طول دايما موجود معاك. اعرف اي حاجة هتلاقيني باجي احكيها معاك على طول. سلام.